وتحطوا معاها قلوب حسب ما انتوا بتحبوا، يعني حسب ما انتوا انا هقطعها وهعملها يعني بالبصل والفلفل كده شرايح. فانا هقطع دي لوحدها، الكبد لوحدها. واهم حاجه الكبده ما تتغسلش خالص، تسيبيها تصفي في مصفتها كده لما تنزل السوائل اللي فيها كلها. وبعد كده ما تغسلهاش برضو عشان هتبقى زفره. والقلوب تنحط لوحدها عشان برضو ايه ما يعني ما تضغش من طعم الكبده يعني. تبقى القلوب لوحدها هي والمخاص في بوله والكبده لوحدها في بوله. وزي ما انتوا شايفين بقطعها شرايح كده وبعمل مقطعة المخاصي برضو انتوا ممكن تشوفوها انا عاملاها قبل كده على القناة قبل كده. يعني تنظيف المخاصي ازاي يعني. اللي بيحب الكبدة الجملي او الضاني او العجالي يعمل نفس الطريقة، اللي ما بيحبش الكبدة دي انا نزلت لكم فيديو بكبدة الفراخ النهاردة برضو. يعني ده متاح وده متاح، وكل واحد على قد امكانياته، مش هنجد نفسينا يعني. يعني الناس تمشي، مش يعني مش عشان مش هناكل الحاجة لا، مش هنموت يعني لو مش كلناه. لا كله حلو. بس والله العظيم انا بحب كبده الفراخ عن الكبده دي. بتبقى طعمها جميله كده وطريه وجوسي وجميله. من زمان وانا بحبها وما بحبش القوانص على فكره. ده توم مهروس، هناخد حته توم مهروسه. وهناخد يا ستي هنا وهنا، عشان بس التوم كان كتير يعني ما يعملش حرقان على الصدر، ما تكتروهوش. بهاراتك بقى الجميله كلها، وجوز الطيب وكزبره لا كزبره لا، ما بحبش الكزبره. قرفه وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وحبهان وقرنفل، كل الحاجات دي مطحونه وما تكترش منها قوي عشان مش تغمق معاكي. وبنعصر بتبشري بقى جوز الطيب برضو كده، وساعات بحطها كلها مع بعضها يعني اروح ضربها في الخلاط. يعني اعمل كده برطمان توابل كامله مع بعضيها. وعصير نص ليمونه هنا وعصير نص ليمونه هنا. وبتسيبوهم يتبلوا شويه لحد ما تعملي مثلا اللي وراكي. بتحطي حته ليا في صينيه او في طاسه او في اي حاجه بتشتغلي فيها. اهم حاجه اللي هي اللي بتظبط الاكل وبتطعمه. في ناس ما بتحبهاش بس هي والله حلوه. بعد كده بتسيبها يعني تنزل حبه كده منها، وبعد كده بتروحي عاملاها. تسيبي فيها حبه يعني تسيحها حبه وتحطي حبه بحالها قطع كده. بس زي ما انا عملت كده. بعد كده بتنزلي بقى بتاع دي الاول المخاصي اسمها ايه، والقلوب. وما تلطش الحاجه لحد ما هي تشمع معاكي خالص عشان ما تتهريش. لحد ما السوائل خالص تمشي معاكي. دي بس هتديكي يعني زيوت عطريه لقشره الليمون. دي كده عشان ايه كان فيها بهارات لازقه يعني. ومنها هتسوي معاكي القلب. لكن المخاصي بقى ضعيفه في التسويه يعني بتستوي بسرعه. ساعات القلب بيبقى فيه حتت زي اللي هي بتبقى مش شغل حاجه كده تخينه دي. هتزقي بقى في جنبه وتنزلي بالكبد كده لوحديها. برضو تسيبيها لما تشمع خالص. عشان ايه ما تنهرش منك لانها ضعيفه ومش بتتحمل. لحد ما السوائل تتبخر خالص تنزلي بقى بقيه المكونات بتاعتك. كده انخلطوا على بعض واندمجوا مع بعض. فلفل بقى الوان. بصل معاكي برضو. وتسيبيه ايه يستوي شويه مع بتاع مع الكبد والقوانص.
وهننزل بقى بالفلفل، فلفل الوان، فلفل اخضر، حسب ما انتوا تحبوا. ما شاء الله. انا بقى خبزت عيش من عندي، ده عيش مصري، انا خبزته وعملت جنبها حبة سلطة طحينة وبطاطس محمرة، وعملت سمبوسة برضو، وبتنجان مخلل وطماطم مخللة، وحسب ما انتوا بتحبوا، بصل اخضر، حسب اللي انتوا بتحبوه اعملوه. ما شاء الله كانت جميلة وتحفة وفاتحة وزي الفل، زي عشان الليمون بيفتح الاكل. اي خضار عندكم بقى حطوه يعني. هي دي سمبوسة لحمة، مش سمبوسة فراخ. وليمون معصفر برضو كان عندي. وكل سنة وانتم طيبين. وده الفيديو ده كان يعني كنت انا حافظاه قبل كده. ولايك وشير واشتراك في القناة.